كتير ما بنمر بفترات بنفقد فيها الثقة بنفسنا، وبنبقى حاسين إننا غير قادرين حتى على أداء مهامنا اليومية بشكل سليم. وعلى الرغم من إن بيخيل لينا إن اهتزاز الثقة ده مش هيتحل أبدا، إلا إن علاجه في منتهى السهولة. تعالوا نعرفكم عليه في 5 خطوات بس. لازم تدرك إن الفشل هو أحد مراحل الوصول للنجاح وليس عكسه. مش معنى إنك فشلت في شيء ما تبقى عملت عكس المطلوب منك، بل أنت كده في منتصف عملية الوصول للهدف بتاعك. إدراكك القوي للمبدأ ده هيحول الإحباط الناتج عن الفشل إلى حافز للوصول للنجاح. ما تخجلش أبدا من مشاركة مخاوفك مع الناس. إحساس عدم الثقة في نفسك أحيانا بيكون بسبب خوفك من معرفة الناس بحقيقة الحاجات اللي بتخوفك. الحل هو مشاركة المخاوف دي مع المقربين منك، وفي المقابل هتلاحظ اختفاء القلق والتوتر وثقتك في نفسك هتزيد. كلنا ارتكبنا أخطاء في الماضي وما زلنا بنرتكب، لكن الحاجة اللي لازم تعملها هي إنك تسامح نفسك تماما على الأخطاء اللي ارتكبتها زمان. إحساسك بالذنب نتيجة أخطاء سابقة ليه تأثير كبير على ثقتك في نفسك، وممكن يكون سبب رئيسي في اهتزاز الثقة دي. قدم الوعود لنفسك واحرص على تحقيقها. إحساس الإنسان بوجود وعد واقع على عاتقه بيحفزه على إنجاز الوعود دي. مش بس كده، تحقيقك للوعود دي هيحقق سلام داخلي ليك وهيعزز ثقتك في نفسك بشكل مؤكد. دايما في المواقف الصعبة قول لنفسك كلمات حلوة. ابتسم وخد شهيق وزفير، بعدين فكر نفسك إن كل ده هيزول وكل حاجة هتبقى كويسة. أطباء نفسيين وجدوا الطريقة دي فعالة جدا في توطيد العلاقة مع النفس وزيادة الثقة فيها. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش زيارة موقعنا www.forga.tk.